والله العظيم طلعت عماله اشتغلت. انت؟ والله العظيم اني طلعت اني وابني الوسطاني اشتغلنا عماله، وحق لا اله الا الله وشهود الجوارين بعد. ايش قد عمرك؟ اني مواليد 80. يعني مواليد 80 وانت انقل بلوك، عجوزه هسه صايره. انقل بلوك وسويت خطه مالش بنته، وانقل طاسه. يعني اشتغلت يم واحد؟ اي ويا واحد، ويا ابن اختي، لان ابن اختي خلفه. ايه. واني من ضمن العمال. طلعتي كاي عامل؟ اي عامل باجره 30,000 يقبلها السوداني على احد من عائلته. اي وزير عراقي يقبلها مرته لو اخته لو بنته تشتغل عماله؟ انت قل لي، على مود ما اخلي واحد من اولادي يروح للحرام، على مود ما اخلي واحد من اولادي يطلع انسان سيء. شو اسوي؟ ما عندي احد، لا ام لا اب لا اخ، ما عندي. وهسه يقولوا لي تعالي اطلعي، شو اسوي؟ امد ايدي وجدي؟ المن اروح؟ المن اقول؟ يا السوداني اناشدك بالله انطينا حل، انطيني حل، انطيني بيت 20 متر اقعد بيه. شيلي تبيع مجمعات. انا كنت قبل نالته هنا بالمجمع مالت الرجاء، بس هسه لان ابو البيت اخذه تحولت المجمع الرجاء بالحريه. بالحريه مجمع الرجاء؟ اي تحولت هناك لان ما عندي. حالتي الماديه صارت فرد نوب طبعا. يعني ترى هاي المرة وصلت الشبه النهائي، لا تصعد عن النهاية ويشيل الكاس يطلع من الطريق من الضين، وبعدين نعض اصابعنا واصابع الندم. عمي العراقيين الغيرة يفزعوا لها العدة امكانية الله يوفقه يفزع عليه. هاي المرة شريفة وطاهرة ومجاهدة وسباعية، تحافظ على عائلتها، تحافظ على سمعتها. تقول لك كان مواليد 80، عمي تدري شو 80 كله مفاصل وضغط وكله وحال الضيم حالها. عمي فزعوا لها سايم عليكم الرضا ابو محمد بعد ترى اقل يعني شهر شو كم يوم راح تنصب المواكب والمجالس، اهل المواكب اهل المجالس اهل الهيئات خدام الحسين فزعوا لها. عمي فزعوا لها العراقيين، ما اريد نقول شيعة علي بن ابي طالب، فزعوا لها العراقيين. ماكو مكون هذا منين هذا منين، كنا عراقيين واحد. هاي المرة يراد لها فزعة ترى مو حكي، هاي وصلت مرحلة هاي هيك مرة والله طلعت عن الطريق. يعني احنا كنا بالدرك الاسفل من النار، كنا بجهنم. لان هاي شريفه وطارت قلت زي حافظ على عائلتي وقاعده بالايجار. عمي دبروا لها اللي عنده امكانيه له يقصر وقاعد، ما ننتظر من فلان وفلان، لا الله يحفظ الجميع. اللي وصل له المقطع والله ما يدز عليه ينطي